السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم على قناة سوبر دوجي أم بدر، فيديو جديد وحلقة جديدة. بصوا بقى، أنا لقيت في فيديو من فيديوهات الفيسبوك، مسكت التليفون كده جيت بقلب كده، سمعت عمرو أديب بيقول إيه: ثانية واحدة يا سالي، ثانية واحدة يا سالي. فانا قلت الموضوع اكيد مهم. طبعا انا بقالي كام يوم ما مسكتش التليفون، بصراحه النت كان قاطع عندي، فانا مش متابعه اصلا حاجه عمرو اديب. انا بلاقيها على الصفحه الرئيسيه بتاعه الفيسبوك بتاعتي يعني. المهم، عمال يقول ثانيه واحده يا سالي، ثانيه واحده يا سالي، وانا عماله اقول ايه الموضوع. اكيد في موضوع كبير فاتني وانا ما اتفرجتش عليه، وانا طبعا ما بيفوتنيش اي حاجه، لازم اتفرج. في ناس صحيح قبل ما اتكلم واتخاضى في الموضوع، في واحده بتقول لي في التعليقات في اخر فيديو: انت بتجيبي مصادرك منين؟ خشي يا اختي على الفيسبوك وانت هتعرفي مصادري. على الفيسبوك هتلاقي كل حاجه، كل الفيديوهات وكل الفضايح وكل النيله وكل حاجه. المهم، خلينا بقى نرجع لمرجوعنا بتاع عمرو اديب. اشتغل ايه؟ ثانيه واحده يا سالي، ثانيه واحده يا سالي. فانا عماله اقول ايه؟ ثانيه واحده يا سالي، ثانيه واحده يا سالي. خش في الموضوع. فتحت ايه؟ الفيديو. سالي دي بقى ايه؟ من قناه معرفش ايه كده، مش عايزين بدون ذكر اسماء. عماله تقول له ان في مدرسه في الدقهليه، في مش عارفه ايه، في بلد ايه. المهم، المدرسه دي كلها بنات خارقه عن الطبيعه. البنات دي في الاعداديه، وكلهم فجاه كده لابسين اسدال، حاجه كده استغفر الله العظيم، لابسين اسدال يعني تقريبا كده. شكلهم كده خارق عن الطبيعه. لابسين كويس، لابسين محترم، مغطين شعرهم لحد صباع رجليهم. لا لا لا، دول شكلهم وحش، خارقين كده عن الطبيعة. ان العيال دي فيها حاجة غلط. لا لا لا. وبتقول له في المحادثة ان دي مدرسة الحكومة، يعني حكومة، فكمان مدرسة حكومة. لا، وفي رجل اعمال هو اللي مديهم الاسدالات دي، وهو مثلا متبرع بالاسدالات دي عشان البنات كلها تلبسها. طب خد دي على جنب. الحاجة التانية، وهي بتقول في المحادثة في الفيديو، طبعا يا جماعة عشان تبقوا عارفين، انا مش عايزة اطلع الفيديو عشان حقوق الطبع والنشر، عايزين تشوفوا الفيديو هتلاقوه على الفيسبوك. بتقول في الفيديو بتاعها ايه؟ بتقول في المحادثة بتاعتها هي وعمرو اديب ان الاهالي لما هي اتكلمت معاهم قالوا احنا حابين نشوف بناتنا بالشكل ده، يعني كده مفيش اي مشكلة تخص الاهالي. وبتقول كمان ان اللي هم بتوع مجلس الاباء اللي هم في المدرسة اجتمعوا ان ده يكون الزي الرسمي للبنات، واي بنت عايزة تلبس زي تاني برضو اعدادية عادي، مفيش اي مشكلة. فيعني في اجتماع بين الابهات، واجتمعوا ان عيالهم شكلهم كده لائق من 6 سنين زي ما هما بيقولوا. وفي واحدة بتقول، في يعني واحد اسمه مش عارفة اسمه مذيع خيري احمد، بيقول ان الموضوع من 2017. والفيديو بتاع عمرو اديب الدخلة بتاع ثانية واحدة يا سالي دي بتقول من 2014. المهم ما تعرفش التفاصيل ايه بالظبط من المداخلتين يعني، وكل ده كان على التلفزيون بس انا ما شفتوش. اللي انا بحكي لكم ده، انا قلت لكم تاني ان انا جبت الموضوع ده من الفيسبوك. فيعني انا عايزه افهم، بنات شكلهم يعني سبحان الله حاجه جميله جدا. لا لا لا، مش حاجه جميله، لا لا، شكلهم وحش قوي، وحش، لابسين اسدال، والبنات كده تحس انها عليها تقوى وشكلهم منور. لا لا لا، في حاجه غلط. والله. لا، وخيري احمد ده طالع بيقول ايه؟ طب وريني كده صورهم في الرحلات. فطبعا ايه، رحلات البنت بقى لابسه بنطلون ولابسه مش عارف ايه وبتاع، رحله يعني، هي وزمايلها وبنات والكلام ده كله. ايه ده لابسين ملون، يعني يلبسوا ملون في الرحلات ويلبسوا الاسدال الصلاه في المدرسه.
المفروض يلبسوا اسود، يعني هم رايحين الرحله ولا ايه بالظبط؟ مش عارفه يعني يلبسوا اسود. طيب في بعض الاهالي بتقول برضو في المداخله، بتقول ايه؟ بتقول ان كان في مدرسه ثانوي صبيان شباب، فكانوا بيعاكسوا البنات في قديم الازل مثلا، وكانوا بيعاكسوا البنات. فكل الاهالي اجمعوا برضو ان هم يلبسوا الزي ده، بيحافظ على شكل عيالهم، بيحافظ على شكل البنت وهي ماشيه. الاسدال، عارفين يا جماعه؟ تخيلوا عمرو اديب ما يعرفش يعني ايه اسدال غير اسدال الصلاه، انما اللي بيلبسوا اسدال عادي دول اللي بيمشوا في الشارع دول هو ما بيشوفهمش، هو ما يعرفش حاجه عنهم، لان هو مش من هنا اصلا. لا هو ما يعرفش حاجه هنا اصلا، يعني ما يعرفش، تبقوا فاهمين، لا عمرو اديب ولا خيريه احمد، خيري احمد، عشان تبقوا فاهمين. فيعني الناس دي مستغربانه، يعني لا هي مستغربه العيال، يعني ازاي؟ يعني تفتكروا انا يعني واحده هي عاديه خالص عندي ما شاء الله عليكم، ربنا يخليكم ليا يعني، لو خلعت وبينت شعري تفتكروا انا هلاقي متابعين اكتر؟ مش عارفه. طب والعيال دي اللي خارقة عن الطبيعة، لو لبست بنطلون محزق وملزق وبينت شعرها، لا لو لبست الحجاب وطلعت نص شعرها بره، هيبقى شكلها احسن؟ طب لو هما ماشيين مثلا راحوا المدرسة وضاربين احمر وضاربين حاجات في خدودهم، عارفين اللي هي الحاجات دي بتاعت الانترناشونال دي، فالبنات دي لو كانت عامله الحاجات دي هتبقى خارقه عن الطبيعه برضو، ولا هو موضوع الازاله بس اللي هم خارقين عن الطبيعه؟ لا الناس دي العيال دي مش مؤدبه، وخصوصا اهلهم برضو اكيد في حاجه غلط. لا الموضوع فيه ان مدرسه ومحافظه، يعني مش محافظه، لا محافظه، يعني واحده مدرسه محافظه، الزي الرسمي الاسدال، وعيال محترمه، لا وكمان واخده الجائزه الدوليه، المدرسه واخده الجائزه الدوليه. لا وعمرو اديب بيقولها على ايه؟ على ايه؟ هو ايه اللي على ايه؟ انت كمان مستكتر عليهم الجائزه الدوليه؟ العيال شطار وما شاء الله عليهم، طالعين الاوائل على الدوله ولا اي حاجه، ايه مستكتر عليهم عشان لابسين الاسدال؟ ولا هما شاريين الجايزه؟ ولا هما واخدينها يعني بالواسطة؟ هو ايه اللي على ايه بالظبط؟ تحس ان هو في المحادثة كلها، اذا كان هو ولا خيري ده، مستغربين الاسدال، وعايزين يطلعوا ان العيال دي جاية من كوكب تاني، العيال دي خارجة عن الطبيعة في 2023، والمفروض الناس كلها تمشي خلع شعرها وماشية جلدها باين، وان الهدوم دي حاجة من العصر القديم، لازم نتخلى عنها، احنا ما نلبس الحاجات دي، ما ينفعش نخلع بقى حواجبنا ونعمل خطوط كده بالقلم الرصاص، او لا الحاجات اللي هما بيعملوها دي، والعيال تمشي في الشارع لابسه المحزق والملزق كده زي الفل، يبقى كده عيال كده ايه، انترناشونال يعني، هم عايزين كده. انا عايزه اعرف بقى تعليقاتكم عن الموضوع، واللي شاف الفيديو انا عايزه اعرف تعليقاتكم، احسن بجد 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 موضوع مستفز.